المشهد اللي قدام حضرتك ده مشهد تاريخي. امبارح المتحف المصري الكبير من كتر عدد الزوار قفل باب حجز التذاكر تماما بعد ما خلصت كل التذاكر المعروضة بالكامل. تصدقوا يا حضرات ان اكتر من 50,000 تذكرة اتباعت، لدرجة ان خلاص الطاقة الاستيعابية للمتحف اصبحت غير قادرة انها تستوعب ناس اكتر من كده. انا عايز اقول لكم ان انا من سكان حي الهرم، وبلكونة بيتي بتطل على الهرم بشكل مباشر، وكنت شاهد عيان وشفت الزحام ده بنفسي. زائد ان انا اتشرفت بالحضور افتتاح المتحف المصري الكبير، ولكن ساعتها ما كانش فيه مجال قوي للتصوير من كتر العظمة والابهار اللي شفناه اثناء الافتتاح. وعشان كده ان شاء الله لو في امكانية والظروف سمحت لي هروح يوم الثلاث وهنفتح بث مباشر مع بعض عشان نلقي الضوء داخل المتحف. حضرتكم او اللي ما شافش منكم المتحف من الداخل يشوفوا، ومنها ايضا دعوة للجميع انكم تيجوا تزوروا وتشوفوا العظمة اللي بتحصل في بلادكم. طيب الناس بقى اللي جايين ومش لاقيين تذاكر عملوا ايه؟ لان كان في ناس جايه من محافظات ومن اقاليم جم المتحف لقوا التذاكر نفذت. تفتكروا عملوا ايه؟ خدوا بعضهم وطلعوا على الاهرامات. الاهرامات المصرية بالجيزة استقبلت امبارح اكتر من 30,000 شخص في رقم قياسي جديد بيتم تسجيله حسب بيانات وزارة السياحة والآثار وتقارير الإعلام. عايزك بقى تبقى مركز إن الناس دول كلهم مش جايين موسم ترفيهي، ولا رايحين ماتش كورة، ولا رايحين مسرحية، ولا يشوفوا فيلم. لا، دول جايين متحف، مكان ثقافي بيعرض تاريخ مصر اللي هو أكبر وأعظم تاريخ ممتد لأي حضارة على وجه الأرض على الإطلاق. هي دي عظمة بلدنا وتاريخها وحضارتها اللي كانت مستنية بس الفرصة عشان تتشاف وتلمع قدام العالم كله. والنهاردة العالم ده هو اللي بيقدرها حق قدرها، مش بس المصريين. هي دي بلدي وبلدك، وأرضي وأرضك، والمتحف والثقافة والحضارة العظيمة دي العالم كله عارف قيمتها إيه ومبهور بيها. فنصيحتي ليك لما تمشي في اي حتة خليك رافع راسك عشان انت مصري، ودي حاجة ليها قيمة كبيرة قوي مش كل الناس عارفين معناها. خالص تحياتي لحضراتكم، وتحيا مصر.